المكرونه بتاع محلات الكشري ألذ واسرع غدا ممكن تحضروه، وللناس الكسلانه هو ألذ حل. استخدمت تقريبا 350 او 400 جرام من اللحمه المفرومه، وضفت عليها 3 بصلات متوسطين. كان البصل متقطع مكعبات صغيره زي ما انتم شايفينه كده بالظبط. ابتديت ان انا اعصج اللحمه المفرومه واقلب معاها البصل، وخليتهم على النار تقريبا مده من 7 ل 8 دقائق. وهنا ابتديت ان انا اضيف عليهم الملح والفلفل وسبع بهارات، وضفت معاهم كمان رشه من القرفه. ولو حابين في الوقت ده ان انتوا تضيفوا شطه او تضيفوا فلفل حار او حتى قطع من الفلفل، بيكون ده الوقت اللي انتوا تقدروا تضيفوها فيه. وضفت عليهم تقريبا معلقه ونص من الزيت، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض. بعد كده نزلت اللحمه المفرومه من الطاسه، وفي نفس الطاسه اللي كنا بنعصق فيها اللحمه المفرومه حط فيها 4 فصوص من الثوم ونص معلقه صغيره من الزيت، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي لغايه ما الثوم ابتدى ان هو يتحمر. في الوقت ده ضفت عليه 3/4 لتر من الطماطم المعصوره، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض. وبعدها ضفت عليهم معلقتين كبار من صلصه الطماطم. صلصه الطماطم اختياريه، بس لان الطماطم اللي عندي ما كانتش مدياني اللون اللي انا حباه. وبعد كده ابتديت ان انا بهر الصلصه بتاعتي بنفس البهارات اللي انا استخدمتها في تتبيله اللحمه المفرومه، وضفت عليها ربع معلقه صغيره من السكر علشان بس الاسيديتي بتاعه الطماطم. وفي الوقت ده ابتديت ان انا اسخن الفرن عندي على اعلى درجه حراره، وبعدها ابتديت ان انا اجهز الطواجن اللي هدخلها جوه الفرن. استخدمت 3 طواجن، وابتديت ان انا ابطنهم كويس جدا بالسمنه. تقدروا تبطنوهم بالسمنه او بالزبده او بالزيت المتاح عندكم استخدموه. وبنزل اللحمه المفرومه، وتقدروا تستخدموا طاجن واحد كبير او حتى صينيه بايركس او اي صينيه فرن موجوده عندكم، لكن انا حبيت ان انا اعملها كده زي الطواجن بتاعه المحلات بتاعه الكشري. ابتديت بعدها ان انا انزل عليها المكرونه مش مسلوقه ولا اي حاجه، وبعد كده بنزل عليها بالصلصه، وبضيف مع الصلصه تقريبا نص كوبايه من الميه المغليه. ده علشان المكرونه تستوي كويس، لان انا عايزاها تكون مستويه كويس جدا. وعلشان نحدد كميه المكرونه جوه الطاجن، بنبتدي بعد كده اننا نسيب مقدار عقله صباع قبل ما نضيف الصلصه، وبضيف عليها بعد كده الصلصه السخنه والميه اللي بتكون مغليه، وابتدي بعد كده ان انا اغلفهم كويس جدا وبدخلهم جوه الفرن. وبيحتاج جوه الفرن من 35 ل 40 دقيقه. المده دي بتخلي المكرونه تطلع مستويه كويس جدا، مش بتكون زي بتاعه محلات الكشري اللي هي بتكون 3/4 سوا او الدنتي. لكن لو حبينا ان هي تكون 3/4 سوا، بتبتدي ان انتوا تقللوا وقت التسويه جوه الفرن. واول ما بيطلع من الفرن بنبتدي اننا نشيل الفويل من عليه، ونبتدي بعد كده اننا نقلبه ونستمتع باحلى طعم. اتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وقولوا لي بتحبوه مشطشط ولا بتحبوه يكون ايه، وبتحبوه بحشوه اللحمه المفرومه ولا بحشوات الدجاج والسجق والحشوات التانية. وقولوا لي في الفتره الجايه حابين اننا نستمر في اكلات الحله الواحده والساندوتشات والاكلات السريعه، ولا نرجع بقى للصواني واكلات العزومات والاكلات اللي كنا بنحضرها مع بعض. مستنيه اسمع رايكم في الموضوع ده، مهم جدا بالنسبه لي. وقولوا لي في الحلويات حابين اننا نحضر ايه مع بعض في الفتره الجايه. وطبعا اتمنى ان يكون الطاجن ده عجبكم وجربوه بالهنا والشفا، وهستنى اسمع رايكم فيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.